بسم الله الرحمن الرحيم. حضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة كان تحدي كبير لي من الأخوة في النقابة أنه أتكفل بإعداد ورقة عن التشريعات العراقية اللي تخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بس الحمد لله قدرت أخلق ورقة تعنى بالثقافة العامة للتشريعات، والتحدي الأكبر أنه 10 دقائق، يعني هذا التحدي الثاني، بس إن شاء الله نكون ضمن حقيقة ابتداء اليوم حديث الساعة قانون الخدمة الجامعية وسلم الرواتب. هذا حديث الساعة. قانون الخدمة الجامعية تعرفون حضراتكم تقريبا رقم 23 لسنة 2008 هو تقريب اللي بعد 2003 شرع. يعتقدون البعض انه هي منة للتعليم العالي، وكانما هي مال مكسب لوزارة التعليم العالي ولموظفي الخدمة الجامعية. انا اقول لهم اول قانون خدمة جامعية كان عام 1964، قانون رقم 145. لو نقرأ الأسباب الموجبة عام 1964 يقول هاي الطبقة الأكاديمية هم إحدى مرتكزات بناء الدولة العراقية، فلا يعتبر أحد منا يوم يكون رواتب الأخوة والأخوات الأكاديميين والأكاديميات إنه هي منا. هاي من عام 1964، فالرجاء لا تمسون أي مخصصات تخص قانون الخدمة الجامعية. نيكست. حقيقة اكو استفسارات خليني قدام. هل توجد خطة للتعليم العالي في العراق؟ وهل نفذت؟ وهل تم تقييمها؟ هل كانت خطة موجودة؟ إذا كانت موجودة هل تم تمويلها؟ هل شرعت تشريعات لها؟ هل التشريعات تنسجم مع الخطط؟ إذا ما باوع من الصورة بهالطريقة هذه راح دائما ننتج مشروع معوض أو مشروع ممكن أن يكون عقيم من البداية. هل كانت المخرجات لتنفيذ الخطة يواكب التطور في العالم؟ هل انتجت الخطط مؤسسات تعليمية مستقرة؟ هل نقبل الآن عندنا مؤسسات تعليمية مستقرة؟ هل كان، وهذا دور النقابة، المجتمع الأكاديمي دور في إصلاح التعليم؟ أم من يضع التشريعات هم الموجودين في ديوان الوزارة والجامعات؟ هل كانت النقابة استحدثت حديثا المجتمع الأكاديمي هل كان له دور في بناء هذه التشريعات وهم اللبنة الأساسية للتعليم؟ نفس. شنو البرامج اللي حقيقة رصدتها من عام 2003-2018؟ برنامج ابتعاث رائع، برنامج بعثات بحثية، برنامج تدريب، برنامج تفرغ علمي، برنامج جائزة تعليم، برنامج بنى تحتية، برنامج اختيار قيادات، برنامج تطوير مناهج تعليمية، برامج حقيقة رائعة. نيكست. نيكست. برنامج تعديل تشريعات حقيقة كانت اللي موجودة. العفو بس ارجع الخلف شوي سريع. شراكة مع القطاع الخاص، مشروع راقي في استقلالية الجامعات، وكانت أول استقلالية لجامعة تكنولوجية، لكن للأسف أعيد النظر ورجعت الاستقلالية ولغت الاستقلالية. مشروع الدوامة، مشروع هيئة العلم والابتكار، مشروع دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا، مشروع تطوير مجلات، مشروع إلى آخره. مشاريع ضخمة جدا. يس. الخطة الوطنية للتعليم اللي كانت لمدة من 2012 إلى 2020، وكان حقيقة مشاريع أكثر من رائعة، والبنك الدولي واليونسكو. يس. البرنامج الحكومي حقيقة اللي وعد للحكومات لو نشوفها اعتبار دخول الجامعات العراقية بمصاف الجامعات الأجنبية، توأمة حقيقية للجامعات العراقية، إشاعة الأجواء الأكاديمية والبحث العلمي. نفس كانت 5 أهداف. التشجيع على تأسيس جامعات أهلية لفروع أجنبية، لفروع لجامعات أجنبية بالتوأمة مع الجامعات الأهلية، وهذا حقيقة. والنمط الأخير حقيقة الهدف الخامس، وكنا نتأمل بخير لكن كتب ولم ينفذ، تشجيع الاستثمار في التعليم العالي. كلمة الاستثمار تعرفون هاي الثلاثية كلكم أكاديميين، تمويل ينتج بحث علمي، بحث علمي ينتج معرفة، والمعرفة تنتج
تمويل، هاي ثلاثيه. احنا التمويل ينتج البحث العلمي، البحث العلمي ينشر بسكوبس كتابات مجلات عالميه، لكن لا يولد معرفه اذا لا يولد حقيقه مال، فلذلك حقيقه فقط هاي ثنائيه لمعظم البحوث العراقيه. يس. اذا من هذه البرامج الضخمه، من هاي الاهداف الرائعه للحكومات السابقه، لم نحصل على جوده التعليم. هسه كم عندنا، كم قسم، كم كليه، كم جامعه حصلت على الاعتماد الدوليه؟ اعتقد بالمركز ولا واحده، ما اعرف القريب. لم نحصل على مهارات الخريجين تتناسب مع سوق العمل، يعني انا مو المفروض اطلع خريج ياخذ سكيلز، ياخذ مهارات معينه يكون تخصص من كذا، وهذا ضعف البنى التحتيه، لان على الاقل انا مهندس، معظم البنى التحتيه الموجوده الهندسيه من عام 1982. لم نحصل على بيئه علميه بحثيه ومعلوماتيه، بحث علمي بدون معرفه. لم نحصل على مراكز بحثيه من الطراز الاول. انا زرت كم دوله مجاوره، الجمهوريه الاسلاميه، السعوديه، قطر، الان عندهم مراكز بحثيه متقدمه جدا، لكن لا يوجد في العراق مركز بحثي واحد على الطراز الدولي. لم نحصل على حاضنات تكنولوجيه، لحد الان العراق لا يمتلك حاضنه تكنولوجيه. اقرب دوله ايران، الجمهوريه الاسلاميه 13 حاضنه تكنولوجيه، السعوديه 6 حاضنات تكنولوجيه، وتعرفون شنو حاضنه تكنولوجيه. لم نحصل على استقرار في التشريعات، قانون التعليم العالي رقم 88 رقم 40 لسنه 88 من تعديلات على التشريعات، وهنا نفذ مشكله كبيره. لم نحصل على استقلاليات الجامعات لحد الان، لا زال لحد الان النظام مركزي، ولم نحصل، هذا المهم، كاكاديميين على الحريات الاكاديميه. نيكست. تصنيع في التشريعات هي كثقافه، يعني حتى الاخوه باللجنه التحضيريه لهذا المنتدى الرائع، حقيقه المحور شو اسمه؟ التشريعات والقوانين. هاي ثقافه بهذا الستايل، تصنيف التشريعات من الاعلى للادنى، الدستور العراقي، اشاعه برلمان، قوانين برلمان، انظمه وقرارات مجلس وزراء، تعليمات الوزاره المختصه، وضوابط ايضاح الوزاره المختصه. خاطر نفهم ان كل كلمه التشريعات تضم القوانين والدستور والقوانين كلها، لكن قوتها تجي من الادنى للاعلى، ضوابط، تعليمات، انظمه، قرارات، قوانين، ومن ثم دستور. خاطر يكون عندنا هاي الثقافه، وهذا واجبنا كاكاديميين. كثير من القوانين، كثير من الانظمه، كثير من التعليمات، حقيقه من الوقت لا يسع، لكن حقيقه الصدد شنو القوانين والتعليمات والقرارات المهمه في التعليم العالي. نفس لو نشوف قانون وزاره التعليم العالي، اول قانون هو 70، يعني ولدت وزاره التعليم العالي بعد تاسيس جامعه بغداد، فلذلك هو عام 1970. لكن قانون الخدمه الجامعيه كان عام 1964، يعني قبل لا تنشئ وزاره التعليم العالي وتولد اكو قانون للخدمه الجامعيه عام 64. فشوف التعديلات. هنا عندي راي، حقيقه انا 31 سنه واستلمت اكثر من مناصب وباحث علمي، ما نوصل الى نتيجه بتعديلات قانون وزاره التعليم العالي. واليوم بعض الاخوه النواب موجودين. لا نصل الى نتيجه اذا عدلنا القانون. القانون قانون عام 1972، والقانون الاساسي الباكج هو عام 1988. لو نرجع لعام 1988 ايش راح نلقى؟ النظام السياسي والنظام التعليمي يختلف تماما عما هو اليوم. اذا شراد يراد نعد تشريع جديد لقانون التعليم العالي، باكج يضم الدراسات العليا والترقيات العلميه والصلاحيات والاستقلاليه من ناس مختصين ذو خبره كبيره، لا توضع من ديوان الوزاره، هذا خطر. لا توضع من لجان، بل فرق حقيقه متخصصه من خبراء الترقيات العلميه، من خبراء الاساتذه المشرفين على الدراسات العليا، ومن ثم تلملم بورش كبيره ينتج. اما يقعدون 3 4 ويسوون لي قانون للتعليم العالي او تعديل سطرين، هذا يمكن حقيقه فيه اشكال كبير. يس. التشريعات بالدراسات العليا، تخيل التشريعات بالدراسات العليا لحد الان تحكمنا التعليمات عام 1982. شوف عام 1982
الان النمط الجديد، يعني انا شفت السعوديه وكوريا، السعوديه وكوريا وليبيا سووا نظام ال 2 باي 2، 2 باي 1 باي 1 و 2 باي 2، واعتقد الاخوه الاقليم في زياره لهم حقيقه يمكن حققوا ال 2 باي 2 او ال 1 باي 1. شنو اقصد فيها؟ الدراسات العليا تعرفون داخل العراق ماكو دعم لهم، كل الدعم على الطلبه، بينما طالبنا بالبعثه على مستوى الولايات المتحده الامريكيه بحيث يكلفنا الطالب 450,000 دولار. 450,000 دولار طالب البعثه لامريكا، خاطر يحصل بيع جديد. داخل العراق لا يصرف عليه، ليش؟ لا يوجد باب مالي للصرف على الدراسات العليا. فاجت فكره البويم 1 باي 1 للدراسات العليا الماجستير السنه الاولى بالعراق، واخوان واخوات ابوكم بامانه، دراستنا النظريه بالكورسات من اقوى الدراسات. لكن عندنا ريسيرش، ليش؟ لان البنى التحتيه ما عندنا قويه، فلذلك السعوديه، ليبيا، كوريا نزلت، يعني السعوديه نزلت 14,000 واحد يؤمن بالون باي 1. السنه الاولى داخل البلد، والسنه الثانيه ريسيرش وين كذا، والشهاده تمنح من البلدين. 2 باي 2 للدكتوراه، سنتين سنتين. هذا ما يضمنها عام 1982، يعني هذا النظام وين ولد؟ جديد. ايضا يراد تغيير شامل للدراسات العليا. نيكست هذا شوي. الترقيات العلميه، وقع المشرع خطا فادح، ذكر مصطلحات ولدت حديثا. يقول يا الترقيات العلميه ومن نشر بسكوبس كذا كيو 1 كيو 2 الى كذا، ولا كيو 3 وكيو 4 الى ذاك. اوكي بس كلاريفيت هاي شلون تحلها؟ فلذلك المشرع من يوضع يجب ان يتجنب المستحدثات. يضع شو يقول من نشر بحثا عالميا، ويجي وزاره شو تخلي مواصفات هاي العالميه شنو؟ 1 2 3 4. للاسف هم بقعوا بكذا، فيراد لنا تعديل نعدل سكورس شلون، واللي راح يجينا بعد 5 سنوات او 10 سنوات، وهذا لا علاقه بالبحث العلمي. قانون الخدمه الجامعيه، بس خلينا نطوع على اخواني، هذا شويه انا اطلب من السيد رئيس اللجنه اليوم سلم الرواتب على وشك، تعطيني 3 دقائق بس قانون الخدمه الجامعيه. قانون الخدمه الجامعيه بس خاطر نسال نفسنا، نسال الطبقه السياسيه اخواننا واعزائنا والبرلمانيين كلهم اخواننا واعزائنا، يوم وضع قانون الخدمه الجامعيه ليش احنا مخصصاتنا تختلف عن باقي الدوله؟ يعني انا عندي شهاده دكتوراه بالتعليم، واخذ شهاده دكتوراه في وزاره الصحه او وزاره الكهرباء. اخي هذا ينتهي دوامه وهي الساعه 2. انا ينتهي دوامه الساعه 2. مطلوب حسب قانون الخدمه الجامعيه بحوث علميه، مطلوب محاضرات، تطوير محاضرات، تعليم الكتروني، وضع اسئله، تصحيح اسئله، مؤتمرات، ندوات، ورش. هذا اللي يخليني اختلف عن السابق. نيكست المؤشرات اللي عفوا نيكست اللي رجعت له. نيكست اوكي، خلينا نروح للحلول والمعالجات. اذا قانون الخدمه الجامعيه، تدرون لو يقرا واحد قانون الخدمه الجامعيه بهدوء تدرون ايش قد من حقوقنا بالقانون الخدمه الجامعيه ضايعه وما معطاه لنا؟ تقريبا 7، بس شويه العرض شوي صار كذا، انا عشرتها. يعني غير المخصصات اللي يعطونا، اجور اشراف ماكو، محاضرات ماكو، علاج ماكو، 7 انا جردتهن. ومع هذا ايش قلنا وضع البلد، هذا وضع البلد واحنا وياكم، لذلك ما طالبنا نهائيا. بيجي الان احد ويمس رواتبنا ويقول يابا انتم كانما موظفين، راح يخسرون خساره حقيقه جدا كبيره. اذا شنو الحلول والمعالجات؟ ضروري اعاده النظر جذريا، ماكو تغيير، ماكو هسه القانون جعلنا، ماكو هسه تعديل التاسع لقانون التعليم العالي، ما راح يفهمون حقيقه اللي راح يشرحون. لا، يراد لنا اعاده النظر جذريا بالتشريعات من قبل مختصين مهارة قانونية وعلمية وبحثية. تعرفون احنا وزارة التعليم العالي عندنا جنبة علمية وجنبة شنو؟ بحثية. ويراد لنا قانونيين،
خاطر هذا النص القانوني لا يقبل التأويل. تشريع وليس ضوابط تحكم اختيار القيادات في الوزاره. الاخ دكتور عباس حقيقه اذا نقدر نوضع ضوابط دكتور عباس نوصل نتيجه. لازم توضع تشريع. اخواني كل اللي يشتغل في المؤسسه التعليميه رئيس القسم يختلف تماما عن العميد. العميد مهامه تختلف تماما عن مساعد رئيس الجامعه، ودوره يختلف تماما على هذه الهيبه اللي هو رئيس الجامعه. رئيس الجامعه ما له علاقه بالاجراءات التنفيذيه يا اخواني. الهيبه السطوه العلميه. اليوم نقول جامعه بغداد، جامعه السليمانيه، وان شاء الله كلهم عالي الجناب الساده رؤساء الجامعات، في مواصفات مرات حتى لا تكتب يعنى بالسياسه العامه. دكتور محمد اذا رحت ديوان الوزاره مدير عام البحث والتطوير غير مدير عام دائره الدراسات والتخطيط والتابع، غير مدير عام القانونيه، وكيل الوزاره غير المستشار. قانون التعليم العالي لا يعطيك اي مؤشر عن مهامه. اعتذر اختم لك. نيكست خاتمه. كل فقرات من فقرات العرض حقيقه انا لي بها دراسه، لذلك حقيقه انا اطلب من الاخوه الاخ دكتور مهند نقابه الاكاديميين فرصه المنتدى راعي اليوم، لكن حقيقه يراد لنا مؤتمر في هاي المحاور ونشرحها تفصيل دراسات عليا راد المحور، تشريعات راد المحور، التطبيقات العلميه راد المحور، المجلات العلميه، وهذا الهدف المالي العام اللي يروح بسكوبس وكلار البيت ملايين الدولارات سنويا، ويشمل الاولى للمجلات العراقيه ارفعها وخليها وين تدخل في هذه سكوبس وكلار البيت. الاستفاده من الخبرات المحليه مع الاستشاره مع الخارج، ويفترض من يشارك في اعداد وتعديل التشريعات النافذه هم الصنفان القانوني والاكاديمي ذو الخبره والافق الاستراتيجي. اعتذر منكم السيد رئيس الجلسه حقيقه لانتقاله، بس حبيت اضع هذا بين نظركم. شكرا جزيلا لكم. اعتذر منك دكتور. نشكر استاذنا الدكتور محمد عطيه السراج. الان يقدم لنا الدكتور الاستاذ المساعد الدكتوره آبا عمر موضوع الجوده وجوده التعليم ومعايير التصنيف. هي استاذ مساعد في اداره الموارد البشريه والسلوك التنظيمي، مدير ضمان الجوده وتطوير المناهج في جامعه السليمانيه، واستاذ مساعد في قسم اداره الاعمال كليه اداره واقتصاد. لديها خبره 12 سنه في التدريس والبحث و3 سنوات كمدير ضمان جوده وتطوير مناهج، وهي عضو اللجنه العليا الجامعيه لعمليات بولونيا في جامعه السليمانيه. تفضل. كانت الغناش مني كم جرب زماني كردي بس يكم دوالتا بصرة كان كم زماني حنبي لا توركينا بس لا لوركاني رانكين زماني جودة كين قالتي شورا سكين كبزاني شون لازم كان يعمتي درب الموضوع كقالتي برزيتو من بيجي بس لا قالتي فرندن كلام بس لا رانكين كلام لڕاستیە ڕێزبەندی زۆر گرنگە بۆ زانکۆکان بۆ ئەوەی کە ئاسێکی بەر زیاد هەبێت، بەڵام ئەوە ناگەێنێ کە ئێمە تەنها کار بکەین بۆ ئەوەی کە ڕێزبەندی زانکۆکە بەرز بێتەوە بەبێ ئەوەی کە دڵنیا بینەوە لە کواڵەتی خوێندنمان. چونکە بەداخەوە ئێستا ئەوەی کە لە عێراق و کوردستان دەگەیرێ ئەویش ئەوەیە کە ئێمە هەر هەوڵەین لەو ڕێزبەندیانەیە بەرزبینەوە کە لە ڕێگەی توێژینەوەیە، توێژینەوەکانیش بە شێوازێک بۆ شێوەیە کە بتوانین خزمەت بکاتەوە بە وڵاتەکە، بەڵکو بە شێوازێک کە زۆر جار عەقدێک ئەکەن کۆنتراکتێک ئەکەن بەوەی کە لەگەڵ یەکێک لە توێژەرەکانی دەرەوە بەشداری ئەکەن، کێشەیەکی وات بۆ هەر ناکات کە لەناو عێراق و بڵێن هەرێمی کوردستان هەیە. بۆیە هەندێک لە زانکۆکان ئەگەر زۆر بچین لەناو وڵایی کارەکانیانەوە، ئەوانەی کە ڕێزبەندی یەکەم و دووهەم و هەتا دواتریشیان هەیە لەسەر ئاستی جیهان لە ڕێزبەندیە گرنگەکانی وەکو شانگهای و تایمز، ئەبینین ئەوان گوێ بە یەک پێوەری یەک ڕانکینگ نایە، بەڵکو بەعەکسەوە
quality printing كان برزة كانوا لسه أساسي أواء قبل بكاملها أو بيوراني كهيا بشريكي بشتي بيوركان لسه كومال بنماية كمان quality printنا quality staff في أكاديمي برهمي توجينوا وبني ودولتي كردن هاي كيف معنا إما بيري كينو يستغل زنتو كان أنا جفتي في نسل وكنت منابت هاي كاية بكين أمش كانت إجابة بشوط رئيسنتي اجتماعي يقولون جلس أسئلة عرب درس كيف في مستكا أو ميتودانا ميتودي زور تايبت كمجاوبة لقل ناوشكا ولقل كوزام من بلاتكا كزام كاني خماني تاعي منكترها بشوط رئيسينة أو ميتوداني كهير وهروها والفتني زمان الاجتماعي كان أنا وزماني خمان كويانا جين همو أوانا بنك بيشتغل كاكريديتيشن الشامية يعني أوانا بنك بتمنى يمر دكتور العراق ولا هاي المشاعر. بو أمانش ضمنياي زمان بروجرام كيسا مليوني طوام يعني هذا وبقدوامي كواليتي بروجرام كان يعني باش كان بوي بشطوان الدراسة الأساسية جهان بلا بنزل كاملة. أول تجي داخل ليرا كزوجة باسية كينيش كواليتي بروجراما راس العانية يسوي باسي كده روي نظري وبلين كورسا كان ما باشا والله أبيبي لو كينو درنجاني أخرنا متواني معنا كارك بكين كبدينين كمكاني كيربوني كان سارة كان منشيبون وهروها الولاية كان منتواني يعني إيشان دستيرك هاي كان يعمل دروس بوا وهروها أجر هاتو إما بقالتي كنت كمان ملي باشا بيستقصوا سكلا كان يشوفون كنت كان ما دروس كده كلا كانت كان لا قوانين أمانة ليرا بشويك من جام من مبينوا كاتب عشرين منهج زور جرنا منهج جاري كتير بلا برجته لسه مو قرآن كريمي كإنسانية والجهانا قرآن كريم شيبون بتواني فهمهم بروجيني هي تقولون من الشغلات هو أتواني لقل AI فهمهم بروجيني أتواني لقل قرآن كريم كانبي تدخل أتواني لبروكي سكامة جهان برجاني لا برجينوا وبنجانتني عن هذا يتقول كشكان يكتب شهادة إسافي الأكاديمية راس الزوجي إسافة أكاديمية كان من كلي ماستر ودكتوراه رواني ودرسبه والله تاشن برواية بقرآن كريم تاشن برواية بوهية كبتواني أوي كبيتي كتار كاني تبقيني أنا شرقيت من يجوري وابد كتواني بزاري فيدباك كتار من شيء لسر أستي درسي مصاني كهن بداخل هندسة في أكاديمية حتى يسبب رأي بقالتي أشورنس ميل كواتر شون أتواني بالشيء بلويكا أوي كبيريس لمناهج بيجينا بختار كان بيجينا وهو قرآن كريم نشر نالين همون والله هندي مانجا نبوش يومي يكتب لخالقان يترك كواليتي خندني بمزبطة وكذلك لهيني كردستان بولونيا بروسيس جبجيك بهمان شوا العراق الشعبية تراوك بولونيا بروسيس جبجيك كواتب بيستكا همو أو متطلباتاني كهيا إما بتوانين كاري لسكين هيك بلو شوازانش دارشنوي أكامكاني في البنا ليرنين أوتكم كبيستكا أجر هاتو رزمنتي اجتماعي بكريت ميثودي تايدا بنربوي كشون بزانين أو أكامي في البنا هيك كمناهج دانراوا تانراوا بيمرت خنتكاران يانا من يرونا ميلو زيادة باسيكا أمريكا تنظم أما أمكشانا عم بسكت بلام أنا غصبا دكان ماشي وشون بتوانين أمكشانا حرفين من كوموليك درجة من الرتسة كي قوادار بتوان ريسفاتي بكر أيش أويا نادر ريزبندي ربيتو ريزبندي اجتماعي جوية بكري بشيوازي كبتوان ريت أو بنمانة بكار بيه بلدقوم نافسين ناتندروس واتر ريقين ناتندروس بلوزينو بويبلن رزبديا كمان برزبوتو بقوا بيبي وركان أو ندرون بن وهروها راديستان دكان بشيوي بك بتوان رزور بشفافيت مقارني زمكو كان بيبكيت
ڕەزامەندی هاوبەشەکان وەرگگیرێت لەگەڵ خوێندکارەکانە بۆ ئینزانی نەشەئاسیەکان و وەگوتم توێژینەوە نەکرێت بە بزنس بەڵکو کێشەی سەرەکی عێراق و هەرێم حرکات بتوانرێت بە شێوازێک بێت کە ئیستیفادەی دروست بە وڵاتەکە بهێنێت. سەرڕێەوە تەڵان پێویستەکە پشت ببەسترێت بە هەموو ستاندەردە جیهانیەکان و هەروە کواڵیتی خوێندن و بەردەوام پیاشونەوە بە پرۆگرامەکانی خوێندندا چونکە شتێک نەماوە پێی بڵێ پرۆگرامێک بۆ 10 ساڵ 15 ساڵ ئەکرێ هەمان شت بێت. لەبەرێ گۆڕانکاریەکان زۆر سریعترن لەوەی کە ئێمە بە بەردەوامی لە بەچەقبەستووی بمێنینەوە بەڵکو پێویستەکە گۆڕانکاری تەواو بکەین. و بەڕێی من هەموو ئەو کێشانەی باسم کرد ئەکرێت لە ڕێگەی دروستکردنی دەستگایەکی نیشتیمانی بۆ دڵنیایی جۆری دروست بکرێت کە بە تەواوەتی سەربەخۆ بێت لە حکوومەت و هەروەها تەدەخولاتی حیزبی لەسەر دەبێت بۆ ئەوی بتوانین بەڕاستی کواڵیتی خوێندن بەرزکەینەوە و هەروەها پێویستیشەکە پشت دەست بێت یاخود با بڵێین هاوتەری بێت لەگەڵ ستاندەردە جیهانیەکانی وەکو ESG بە نمونە چونکە ئێمە وەکوتم مادام بڕیارمان ناوە بۆڵۆنیان پرۆسێس جێبەجێ بکەین کەواتە بێخ و گونجاوی تەواو لەگەڵەوانەشا بکەین. زۆر سوپاس بۆ گوێگرتنتان. من ئێستا ڕاستباتەکانیش بە زمانی عەرەبی باس دەکەم. الآن نقدم مجموعة من التوصيات باللغة العربية التي خرجت بها. أولاً أن لا يكون تصنيف الجامع الوطني سبباً في منافسة غير علمية وإنما يجب أن تكون معايير بشكل تؤدي إلى رفع مستوى العلم للجامعات. ثانياً أن لا تكون معايير المنافسة معتمدة فقط على عدد البحوث المنشورة وإنما على محتوى أو مشكلة عراقية أو كردستانية التي قام بها البحث بحلها. ثالثاً يجب أن تكون جودة برامج التعليم إحدى معايير مناسبة في تصنيف الجامعات الوطنية وأن لا يكون التصنيف مستندا فقط على الجامعات وأيضاً يجب اعتماد التصنيف على التخصصات العلمية أيضاً داخل هذه الجامعات. وأخيراً أقول يمكننا حل أو تخطي جميع هذه المشاكل بتأسيس مؤسسة وطنية مستقلة لضمان الجودة على أن تكون معاييرها مستندة من ESG, the Standard and Guidelines of Quality Assurance in European Area. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ المساعد دكتور عابر. المحور الثالث هو محور التعليم الأهلي والتقني. راح يحدثنا الأستاذ المساعد الأستاذ الدكتور شفيق شاكر حول هذا محور التعليم الأهلي. والأستاذ الدكتور شفيق هو دكتوراه في الفيزياء النووية والإشعاعية من كلية العلوم قسم الفيزياء جامعة بغداد. حصل على اللقب الأستاذية في 2014. أكمل تحت إشرافه حوالي 58 طالب دكتوراه وطالب ماجستير. لديه أكثر من 66 بحث منشور، أكثر من نصفها في المستوعبات العالمية. شغل مناصب عديدة منها معاون عميد بشؤون الطلبة والدراسات الأولية والعليا والمساعد العلمي لجامعة المستنصرية والمساعد العلمي في جامعة الكرخ للعلوم والمساعد الإداري لجامعة العين وأخيرا رئيس جامعة العين. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين. الأخوات والأخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقع بسيطة دكتور عندي. أنا كنت تصوري والمعلومة اللي عندي أنه أنا عندي إدارة جلسة وليس يعني باقة، ولكن التعليم الأهلي هم للجميع وواضحة الصورة، تكاد تكون واضحة الصورة عند الجميع. فخلوني كتبت لي 6 توصيات أو نقدر نسميها محاور إذا صح التعبير. التعليم الأهلي واقع حال أخواني الأعزاء،
ما حد يقدر يمسح من الساحه. التعليم الاهلي واقع حال. المطلوب من الجميع شلون نرتقي بهذا واقع الحال. نعم انا من كليه حكوميه ومن جامعه حكوميه ومكلف حاليا برئاسه الجامعه الاهليه، فصار عندي واضح الموضوع. نعم هناك سلبيات كثيره جدا للتعليم الاهلي، سببها قانون وسببها تصرفات وسببها تعاملات. مثل ما اكو تردي واكو سلبيات ايضا لا باس وايضا كثيره في بعض الجامعات الحكوميه نتيجه دعم المالي الصفري. يعني الجامعات الحكوميه كثير من الجامعات الحكوميه صار هناك تردي بوضعها العلمي، لان الموازنه اللي اكثر من 2014 اعتقد موازنه البحث العلمي تكاد تكون معدومه او صفر مش معدومه. الموازنه اصلا رواتب. فاخواني الاعزاء اسمحوا لي اعدل بعض التوصيات. اولا قانون التعليم الجامعي الاهلي. قانون التعليم الجامعي الاهلي حاليا اكو سمعنا انه اكو تعديلات. لابد من اشراك اصحاب العلاقه الا وهم الجامعات والكليات الاهليه في التعديلات المسمع وضعها على القانون، كما يجب اشراك نقابه الاكاديميين العراقيين كونها ممثله للاساتذه الجامعيين والمدافع عن حقوقهم. 2. تفعيل دور عضو النقابه في مجلس الجامعه، ونقترح اضافه عضو مراقب ممثل عن دائره التعليم الجامعي الاهلي في مجلس الجامعه للاساتذه ذوي الخبره المعروفه. اخواني مجلس الجامعه او مجلس الكليه في الجامعات والكليات الاهليه يراد مراقبه ويراد دائما تدخل حكومي، لان اكو تدخلات لبعض المستثمرين غير الاكاديميين. كثير من المستثمرين اللي موجودين في الجامعات والكليات الاهليه هم ناس مو اكاديميين، ما يعرفوا بالقضيه، يعتبر الجامعه والكليه الاهليه عباره عن مول لو محل مجرد يجيب له فلوس ورايه، وهذا خطا. لذلك نقترح اولا تفعيل دور عضو نقابه الاكاديميين اللي موجود كل مجلس الجامعه اكو عضو منتخب للنقابه موجود، وثانيا نقترح اضافه عضو اخر كل مجلس الجامعه عضو مراقب يكون ارتباطه بالتعليم الجامعي الاهلي، اداره التعليم الجامعي الاهلي والى صلاحيات يعني محدده حتى لو عضو مراقب. المهم 3 وهي قضيه مهمه، مساواه في الصلاحيات وفي كافه التعاملات لرؤساء الجامعات الاهليه مع الحكوميه، خاصه وان تكليف رئيس الجامعه الاهليه يكون بآليات محدده نهايتها قرار وزاري. اخواني الاعزاء دائما يعاملنا الوزاره تعاملنا ولو حاليا يعني منذ استلام السيد الوزير الحالي الدكتور نعيم اكو حسينا اكو فرق كبير صراحه، ولكن دائما تعاملنا الوزاره درجه ثانيه. يعني على ابسط مثال قبل اسابيع اسبوعين نزل احد الاخوه مدراء الدوائر بالوزاره يعني في محاضره معينه ومنو اللي لازم يحضر؟ لازم يحضر رئيس الجامعه الاهليه وبالمقابل بالحكومي المساعد العلمي. انا ما حضرت. مو صحيح هذا الكلام. انا رئيس جامعه، انا عندي 18 طالب، التعليم الاهلي حاليا اكثر من 132,000 طالب مسؤول عنه. هذول كلهم طلابنا، كلهم عراقيين وكلهم طلابنا وكلنا مسؤولين عليهم عن المخرجات. الترقيات العلميه نفس الشيء، وهي الفقره وهي التوصيه. الترقيات العلميه في الجامعات الاهليه كارثه. يعني مجرد الاستاذ الدكتور يكون في جامعه حكوميه كرئيس لجنه الترقيات، اجى ينمي بالجامعه الاهليه لا. لازم الترقيه نعدها ونكملها وندزها الى الجامعه الحكوميه، والجامعه الحكوميه تنظر بها وبعدين تصدر الترقيه العلميه وبعدين ترجع للجامعه الاهليه ترفعها للتعليم الاهلي لتقر هذه الترقيه. هو استاذ دكتور كان في جامعه حكوميه طلع تقاعد وما بناء على الطلبه ولا تيسر القانوني، صدق انا حملتها بلجنه الترقيات، شنو؟ مشكله يعني. وهوايه لو مثال للترقيات العلميه بصراحه، هوايه محاور احنا بالتعليم الاهلي الجامعات والكليات الاهليه نعاني منها. نعم. توحيد القبول.
توحيد قبول الطلبة في الجامعات الحكومية والأهلية، ومن الآلية واضحة للجميع ويمكن اقتراح آلية يمكنها تسهيل عملية القبول. هاي السنة قدمنا مقترح ممول كجامعة العين للوزارة لتوحيد القبول، لأنه القبول يبني من مثلا شهر 10 ما ينتهي إلى 15 واحد. وكل اغلب طلابنا اللي يخلص مسارس يروح يقدم بالاهليه ويروح يقدم بالمركز ويقدم مسائي ويقدم مواسم وما ادري شيء يقدم بعد. ويعني مشكله صراحه، فاكبر اليه لازم تروح على توحيد القبول بالاهلي والحكومي. 5 إشراف نقابة الأكاديميين في لجان تحديد الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الأهلية وبأي صفة بين قوسين حتى لو مراقبة، وسوف يكون له مثل واضح في التمييز وتحديد المصالح. إخواننا الأعزاء، إذا لم تكون هناك لجان حقيقية تقودها الوزارة ودعم من النقابة ودعم من المختصين تفترض على الجامعات والكليات الأهلية، تشوف بناء تحتية، شنو لها قاعات، شنو مختبراتها، شنو المواد اللي بالمختبرات، ايش قد عندنا تدريسيين، عندنا هوايه حشاكم تسمحوا لي اذا صح التعبير الكلاوات والتعليم الالهي، حاطين 300 تدريسي هو ما عنده 20 ما عنده، كلهم البقيه مؤسسين، حبر على ورق. انا مع الناس اللي تحكي تقول نعم التعليم الاهلي نعم لي مشاكل، هي بس خلينا نصلحها. طلعوا لنا لجان حقيقيه، اقصد بالكلمه الحقيقيه، رجال تيجي ما يصير الاقرع والشعر يساوون مو واحد بصف ما يصير مو دكتور. فلازم يعني اخواننا لازم نجي نشوف جامعه العين شنو، جامعه منو شنو، تعالوا شوفونا ايش عندنا قاعات، ايش عندنا تدريسيين، قاعدين مدرسين كلهم جيبوا شهادات واسالوهم، لا تحكموا علينا كل احنا نفس الحكم. هذه دعوه للجميع واحكيها دائما باي مكان، فضروري. وليش لا خلي يكون للنقابه دور، خلي يكون حتى لو مراقب من هاي اللجان. عندنا ناس ولا تجيبوا لنا شباب باللجان، يجي واحد تو متخرج لكن نزلوا اللجنه يعني متخرج هو من طلاب المجتهد بالعلوم، يعني عمره ما 24 سنه الله يحفظه بكالوريوس، يطلع على طاقه استيعابيه لكليه التقنيات الصحيه والطبيه على قسم التدريب والشعب الصناعي ما افتهم به شيء، انا في سنه وهي غير يجوا ناس المصلحه شيء يشوف شنو عندي مختبرات، شنو عندي منظومات، هاي المختبرات تفيد فيه، هذول التدريسيين القابهم العلميه وشهاداتهم طلعوا لنا لجان حقيقيه اخوان الله يخليكم. ويعني هذه توصيه مهمه جدا. اقترح وتوصيه اخرى دمج مجلس التعليم الجامعي الاهلي مع هيئه الرأي وزياده تمثيل الجامعات والكليات الاهليه في الهيئه اعلى. اذا ما تصير هاي القضيه، اذا ما نصير كل احنا رؤساء جامعات الاهليه، حتى اذا مو نفس مجلس التعليم الجامعي الاهلي، احنا عندنا مجلس التعليم الجامعي الاهلي يندمج مع هيئه الرأي. عم تصير التوصيات واحده من المعالي من القيادات العليا، عم تصير التوجهات واحده، وراح تكون لكم هواي كفاءات بالتعليم الجامعي الاهلي، يمكن ان تقدموا مقترحات ودراسات وتسند التعليم الحكومي. الهم كبير لا تكفي 10 دقائق، إرادة مؤتمر كامل مثل ما تفضل اخوي استاذي وكان عميدي الدكتور محمد، كان عميد العلوم كنت معاون معه. الهم كبير، إرادة لكل فقره من هذه الفقرات اللي تكلم فيها الدكتور محمد واللي التعليم الاهلي وحتى الدكتوره اللي على قدر فهم الموضوع الجوده والاعتماديه، كل واحد يرى لها مؤتمر خاص. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا دكتور. نشكر الاستاذ الدكتور شفيق، وطبعا كل الكلام له علاقه في التشريعات، يعني كل هاي الامور المفروض تتنظم في التشريعات حتى ما تصير هاي المشاكل. الموضوع الاخير هو موضوع التعليم التقني، راح يتكلم عليه استاذ مساعد الدكتور سلمان معيني، مساعد هيئه التعليم التقني وكاله، وهو دكتوراه محاسبه في